لما بنزور صالة الأعمدة الكبرى في معبد الكرنك، بهو الأعمدة الكبرى منتشر فيه سقالات وعليها المرممين والمرممات، وبنتعجب إيه المواد اللي بيستخدموها واللي هي بتبث الروح من جديد في نقوش القدماء المصريين، وبتحول المكان مع الوقت ومع العمل ومع الجهد لتحفة فنية بظهور الألوان القديمة الأصلية بعد إزالة آثار التلف نتيجة عوامل التعرية. وبالبحث توصلت إلى اسم المادة أو التركيبة السرية اللي بتقوم بهذا الدور الكبير، وهذه التركيبة السرية اسمها GMZ، وهي استخدمت للمرة الأولى عام 2005 داخل معبد دندرة بقنا، وحققت نجاحا باهرا في التخلص من الرماد المنتشر على الجداريات البديعة التي تعود في معبد دندرة إلى العصر اليوناني الروماني. ودي تعتبر تجربة غير مسبوقة بعالم ترميم الآثار المصرية، وهذا ما دفع الخبراء لاستعمالها مرة ثانية في معابد الكرنك وبالذات في صالة الأعمدة. وعن تفاصيل التركيبة السرية التي صنعت داخل مصر قال الدكتور جمال محجوب في تصريحات إعلامية، وهو مخترع هذه التركيبة وهو أستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة الفيوم، بأن بعد فترة من البحث توصل إلى تركيبة جديدة لم تستخدم من قبل في عمليات الترميم. والتركيبة دي تتكون من خليط من 5 مواد كيماوية أو كيميائية بنسب محددة مع إذابتها في مياه مقطرة، والتركيبة دي ليس لها رائحة أو لون، مما جعلها أكثر أمانا بالنسبة للمرممين. عمل ممتاز ونتيجة بديعة، ونتمتع بالتجول في صالة الأعمدة الكبرى وبرؤية المرممين وبرؤية الأعمدة التي تحتفظ اليوم بأبهى المناظر من مصر القديمة.